انا سنجل. انا سنجل. انا سنجل. انا سنجل. انا سنجل. انا سنجل. جبنا 5 مش مرتبطين وحطينا وسطهم حد مرتبط. لو طلعوه خلصوا الجيم قبل اخر راوند يكسبوا، لو ما طلعوهوش او فضل لاخر راوند يكسب هو. ده برنامج بينا غريب. اسال رقم 3، ايه رايك في الريليشن شيبس عامه؟ ابشع حاجه في العالم. تمام. صح. عن تجربه ولا عن تجارب؟ تجارب. اكيد. كم مره؟ يعني حاسس 5 بس كلهم كويسين يعني. الحمد لله. جدا. حاسه ان هو قافل قوي من الموضوع، مش بيفكر في الارتباط اصلا. ايه اروش ديت نزلتيه في حياتك ما نزلتش اساسا؟ نايس. بتنامي الساعه كام؟ بنام الساعه 3 4، يعني مفيش اوقات، ممكن 7 الصبح مثلا كده. اوكي. ياه 7 الصبح؟ اكيد في مكالمه عاطفيه في النص، في حاجه. مستحيل تكوني بتصلي 7 الصبح ومفيش حاجه يعني. بتنام متاخر قوي. لو حد سنجل مش هيحتاج ان هو يسهر لحد الساعه 3 4. هتعملي ايه في الفالنتاين؟ هروح الشغل. اوكي ماشي. طيب نمبر 1، انت فركشت ليه اخر مره؟ خناقات كتير وكده. كان بقالكوا قد ايه مرتبطين؟ احنا قعدنا 4 ايام. يا دي علاقه طويله قوي. ده انت هتلاقيك حزين جدا يا راجل. الله يكون في عونك يا اخي. يعني هي كانت سيتويشن شيب كده، وقعدنا 4 ايام وكل واحد راح لحاله. ما اقتنعتش خالص ان في حد ممكن يصاحب 4 ايام ويمشي على طول. مش مقتنع ان هو مش مصاحب بصراحه. ايه اسوأ هديه جات لك في حياتك؟ جالي صوره كده بورتريه، مش عارف شكل كوكب وبتاع، اليوم اللي انا اتولدت فيه وكده، فاهم؟ شكل النجوم يعني في اليوم ده ما استفدتش بيها حاجه. بشع. ان شاء الله مش هتشوف الفيديو ان شاء الله. غالبا بتاعت ال4 ايام دي. ايوه اكيد. لا مش هي، واحده ثانيه. بتعمل ايه كل ويك اند؟ الصبح بنزل الشغل وبعد كده بروح اتمرن، ويا بقعد في البيت يا بنزل واشوف الشباب. اوكي، ما شكتش فيه بصراحه خالص، شكله مش بتاع جد. طب هسأل الباقي، ايه اسوأ هديه جات لكم في حياتكم؟ مش فاكره بصراحه، يعني بقالي كتير ما جاليش هدايا، بس ممكن عشان كده. صدقتك يا بنتي والله. لا انت سنجل. كان تيشرت للجيم وكان بيشوك الصراحه. اوكي. دي مشكله فعلا. يعني انا بعتذر بشده والله، لا يكونوا بيتفرجوا بس بابايا جاي بيقول لي انا احلى هديه ليك. ربنا يخليه، يعني باباك؟ ربنا يخليها ليا. باباك؟ يا باشا ده احلى يعني هدية ربنا طبعاً. يخليها ده أحلى هدية ليا، بس طبعاً. مستني موبايل. حاسه طيب كده وغلبان، لسه ما دخلش في اي علاقه قبل كده يعني. مش شاكه فيه خالص، انا الصراحه كنت مصدقاه وكنت حاسه ان هو عمره في حياته ما دخل علاقه يعني. يعني كفايه وجوده. ماشي. كفايه وجوده. صح. بقالي كتير ما جاليش هدايا برضه اساسا. طيب ايه احسن هديه جات لكم؟ برفيوم معين يعني كان ريحته حلوه قوي. انا كمان برضو برفيوم كانت ريحتها حلوه قوي، كانت من اختي. نو فيش خالص. عاده بتعملوا ايه قبل ما تناموا؟ بفتح انستجرام عادي. اوكي. انا اسف هو ليه؟ عشان يعني حاجاتي تافهه. أمام. حد بيتفرج على انمي؟ لا. يعني في مسلسل اسمه وان بيس، ده قبل ما انام. تحفه. اوكي. طيب قوي. مستحيل الراجل برضو شكله نيرد كده، وشكله راجل مهتم بدراسته وبشغله، مستحيل الراجل ده يكون مصاحب. بيتفرج على انمي اوكي يعني. مستحيل يعني، بس انمي يعني هنهزر. لا انا ريلز ومسلسل. انا باكل الوجبه ال1000 ليا مثلا في اليوم، وبعد كده انستجرام او اتفرج على حاجه. اوكي. انا تيك توك عادي بقى. سوشيال ميديا يعني. السوشيال ميديا بالظبط. طيب ايه رايك في فكره الفالنتاين؟ ده انا يعني اه فكره ملزقه. ايوه انا متوقع ليه منك كاره الاجابه دي. لا العلاقات لذيذه. تمام. بس لو الشخص الصح هتبقى لذيذه موت. صح كده. تمام. لو مصدقك والله. كاره الموضوع تماما، مش حاسس ان هو محتاج يخش في علاقه. ايه اول حاجه بتعملها اول ما تصحى من النوم؟ بفتح اتشيك ان الشغل مفيش اي كلاينتس بعتولي اي حاجه، اشرب القهوه بتاعتي عشان ادرك الحياه، ممكن اظبط اكلي واقوم واخده معايا ونازل. الراجل ده سنجل. بائس شويه كده. حاسه ان هو بائس من الحياه كلها، فمستحيل يكون مرتبط يعني. لما بيحصل لك مشكله مين اول حد بتفكر تكلمه؟ هو اكيد هكلم ولد. ليه؟ مشكله هكلم حد اقول له يجي لي دلوقتي، افرض المشكله الساعه 2 بالليل. مش لازم مشكله ان هي تكون كده، يعني مثلا تبقى متضايق من حاجه، حصل لك موقف في الشغل ضايقك. هكلم واحد صاحبي يعني برضو. هدوء واحد راسي وفي علاقه، فلا الراجل ده مشككني فيه. جان يقدر ان هو يخش في علاقه، يخرج من علاقه. طب نفس السؤال ده ليك انت بقى. أنا؟ انت لو حصل لك مشكله مين اول حد بتكلميه؟ بكلم واحد صاحبي اسمه ميار. كل متسابق دلوقتي هيقول هو شاكك في مين عشان يطلعه بره. نمبر 3. ياه. نمبر 6. هو يا 1 يا 2 يعني، بس ممكن اقول 2. 1. 1. مش حاسس ان انا قلت حاجه تشككهم فيها خالص، انا اجاباتي كانت منطقيه وانا سنجل جدا يعني. هتغدر وتطلع. انت شفت انا بقيس ازاي؟ لا عايزه اكمل.
هكمل. هكمل. لو فتحت الواتساب بتاعك دلوقتي ايه اخر 3 شاتات مع مين؟ كل الشاتس هتلاقيها ليها علاقه بالشغل، جروبس كتير قوي على الشغل كلها. انا هتلاقي 2 صحابي، يا احمد يا سيف يا اختي. هيبقى جروب الشغل، هتلاقي كلاينت، وهتلاقي جروب شغل تاني. كنعان صحابي يقولوا يلا ننزل ولعه، بابايا ومامتي يقولوا لي روح دلوقتي عشان متاخر. وانتي بقى؟ انا ادهم كنت بعت له لوكيشن، وماما وصاحبتي يعني. اول حد بعتها له على واتساب ادهم، ورايحه يوم الجمعه حفله، فاكيد رايحه مع ادهم. هو مين ادهم ده؟ فلا انتي مصاحبه. الموضوع مثير للشكوك شويه. هل انتوا عندكم في حد من صحابكم دايما بيساعدكم اللي هو تتعرفوا على حد؟ لا، هو انا ما عنديش حد من صحابي بيعمل كده، وغالبا انا يعني طول الوقت مش بسعى لده، لاني اغلب الوقت مش ببقى فاضيه، ببقى في الشغل، فده مش بالنسبه لي حاجه بريوريتي يعني. شاكه فيها لان هي دايما مشغوله، وكانت بتقول ان هي دايما مشغوله، فانا حسيت ان هي اوريدي في علاقه يعني. الروتين والشغل الكتير ده ما اعتقدش ان فيه مساحه للعلاقه. انا مفيش حد برضه بيساعدني، بس ممكن ساعات احتاج ايه تشبيطه بس كده ولا حاجه، وبعد كده بتعامل يعني. لو في حاجه قدامهم ما بيتاخروش. انا اكتر شخص بساعد نفسي. مين اخر حد رحت مع السينما؟ احمد ومراته. تحفه. ثيرد ويل. ثيرد ويل. هو كان قاعد في النص وانا على يمينه وهو على شمال. كمان اوكي ماشي. حريم السلطان. لو الاكس قال لك نرجع، هترجعي ولا لا؟ لا طبعا. حلو السؤال ده. طب انت السؤال ده ايه، انت ترجع ولا ما ترجعش؟ لا الصراحه. انت كنت مصاحب من امتى او خاطب امتى؟ 1.5 سنة. وليه سبتوا بعض؟ خلافات بقى، خناقات، مش فاهمين بعض. ومفيش اي حاجه بعدها خالص. صحرا. مين اكتر حد بتبعت له ميمز؟ طلعت. فندم؟ طلعت، واحد اسمه طلعت. ماشي. انا لسه عند رايي نمبر 6. 6. 6. ده اجماع. في اجماع. انا نمبر 2 برضه. نمبر 6 ممكن اوكي. لا خلاص. اكمل. لو عندك فرصه ان انت تسافر مكان لمده اسبوع مع شخص واحد بس، هتختار مين؟ هيبقى واحد صاحبي. طب نمبر 3، لو شفت مطعم حلو قوي عجبك وهتروح تقعد تاكل فيه مع حد، مين اللي هتفكر تروح تاكل معاه؟ بس شخص واحد برضه. شخص واحد؟ يس. اختي. حلوه. لو الاكس حاول يرجع لك، هترجعي له ولا لا؟ ما كنتش سبته من الاول؟ اكيد لا. يبقى انت اللي سايبه. ماشي. خلاص اوكي عادي. ايه اكتر حاجه خلتك تفركش كل واحد فيكم؟ ان احنا ما كناش متفاهمين، وان هو كان بيغير زياده عن اللزوم. انت؟ انا بزهق. تمام. نعم. تمام. ايه الاجابه؟ ايه في ايه؟ ما فيش اصلا. مش مفركشين؟ لا ما فيش يعني ما حصلش عشان وانت بقى؟ نكد. بس ده على طول يعني ما هو الفكرة ان هو بتبقى في حلاوة بدايات، وبعدين بنخش في مرحلة بقى الجد، وبعدين نستحمل، وبعدين نكد، وبعدين حاجات بقى خارجية بتأثر على الموضوع، فخلاص بقى يعني ما بقاش النكد لوحده. انت كنت مصاحب اخر مره امتى؟ هو ما صاحبش قبل كده. انت عمرك ما صاحبت؟ ايوه بأمانة. ايه أسوأ طريقة سبت حد بيها؟ والله اجابه صعبه، بس اللي هو يعني كنت مرتبط يعني في مره قبل كده، وبعد كده صحيت الصبح مقريف يعني ومش عايز، فقلت له انا زهقت، في ايه؟ مش حاسس ان انا احسن حاجه. مفهوم. زهقت فجاه يعني. انا بزهق جدا يعني، فالموضوع ده مش جايب معايا سكه خالص للاسف. نمبر 2 نفس السؤال. لا بص، اكشلي انا عامه لما باجي احس ان انا مش عايزه اكمل، الموضوع بيبقى بتفاهم يعني، مش بحب اللي هو فجاه كده. طب وانت؟ كول ومسج. سبت بالتليفون كول. اوكي. ايوه بس ايه يعني كل دي؟ لا يعني لقيت ان هي بتقول لي انا مش عايزه اكمل، قلت لها وانا كمان. هي الهرمونات هبت، فمش عايزه اكمل. طب وانا كمان مش تمام. انت وفرتي عليها كتير يعني. مش تمام. الراجل ده زيي. طيب لو واحده من الاكسات اللي انت فركشت معاهم شايف ان انت اتسرعت في القرار ده، قالت لك نرجع؟ ولا واحده اتسرعت في القرار، ولا واحده عايز ارجع لها. انا اسف ليه كلكم يعني، بس سوري نوت سوري. اختيارات كلها خاطئه يعني. شكله عدى بحوارات كتير قوي قفلته خالص من البنات كلها. طيب قول لنا انت بقى، ايه اسوأ هديه جات لك؟ انا اسف يعني. شرابات. ليه؟ ليه ممكن حد يجيب كانش عندك شرابات ولا ايه؟ والله لا والله حملة كسر. وعندي شرابات روشه كمان يا بص. صدقينك. بس عادي يعني، هديه تحترم يعني. اوكي. بس دي اسوء هديه في كرياتيف حياتي عامه يعني خالص. نمبر 4. مش شاكك فيك. لا نمبر 2. نمبر 2. لا خلاص طلعنا الامبوستر يعني. لا تمام. لا انا قلت بلاوي في الحلقه دي.
هو انا برضه هيتعمل لي انفولو النهارده فاهم؟ لا انا معمول لي من بدري. انا هيتعمل لي النهارده. يا ابن انا قلت كده من الاول. مش انا قلت لك؟ عمري ما ارتبطت قبل كده. والله بس برافو عليك، برافو لا عليك. شاطر. انت اكيد كداب قوي معاها بقى صح؟ تكدب عليها كتير قوي. والله قاعده يا راجل. صدمت، ده ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه، فاللي هو ايه ده؟ اكتر حاجه ما كنتش متوقعها خالص. مستحيل. انا اتصدمت. اتصدمت. مستحيل مستحيل انت تطلع مرتبط، غفلتنا كلنا. فيها ايه لما اكون في علاقه وبتفرج على انمي؟ انا عبد الرحمن، عندي 21 سنه، بقالي سنه و3 شهور مرتبط. انا اسمي احمد عادل وعندي 32 سنه. اسمي فريده، عندي 22 سنه. انا اسمي مينا، عندي 24 سنه. انا اسمي منى، عندي 27 سنه. اسمي احمد، عندي 21 سنه.